السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ سعادة العيلة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل لكم وصفة جديدة، وصفة الكشري. أكلة جميلة جدا ما يستغناش عنها كل بيت مصري، وجميلة جدا وغنية بالفوائد، وأكلة بيتي خطيرة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين دي، مش تنسوا تبعتولي لايك أو اشتراك أو تفعلوا الجرس أو تبعتولي كومنتات على القناة بتعليقاتكم على الأكلة. ادي معايا حلة على النار، بسم الله. نص كيلو مكرونة مسلوقة، نص كيلو رز، وادي كوباية شعرية كبيرة، كمون، فلفل اسمر، ملح، كوباية عدس منقوع، زيت، وادي توم معايا مفروم، بسم الله. وادي معايا كيلو طماطم مفروم. بنزل بالزيت في الحلة السخنة، بسم الله، واروح محمرة الشعرية. انزل بكوباية الشعرية الكبيرة، بسم الله، احمرها كويس جدا. واجي معايا على البارد كيلو طماطم المفروم اللي فرماه في الخلاط على البارد، بحطه في طاسة او في كسرولة او في حلة اللي عندك موجود، واحط عليه زيت من زيت البصلة. وادي معايا معلقة توم صغيرة، واقلبهم على البارد واملحهم، اظبط الملح بتاعهم. ادي معلقة ملح كبيرة، وادي معلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة كمون، بسم الله. ده كله على البارد ما شاء الله، واقلبهم كويس جدا. ادي كده احنا بنعمل صلصة الكشري، بسم الله. وانزل كمان بمعلقة خل واحطهم على النار واسيبها تتسبك معايا. احمر باقي الشعرية زي ما حضراتكم شايفين، اقلب فيها مهدية عليها النار، اقلب فيها لما توصل لي باللون اللي انا عايزاه. ادي ما شاء الله لونها جميل جدا ما شاء الله. واروح نازله بكميه نص كيلو الرز معايا بالكميه كلها. وادي كوبايه العدس المغسول المنقوع ساعتين، واقلبهم كويس جدا ما شاء الله. ودنا اقلب فيهم لعند ما الرز يتشرب منه الميه عشان يطلع معايا مفلفل. كل ما تسخني الرز في البدايه كل ما يطلع الرز معايا مظبوط، بسم الله. ادي معايا ملح، ومعايا معلقه كمون، بسم الله. رز الكشري روحه الكمون. واظبط ليه الميه، جهز الميه جنبي، بسم الله. وانزل بكميه الميه بتاعه الرز، بسم الله. واقلبهم كويس جدا، وانزل كل اللي في الجناب في الميه علشان يستوي كله سوا واحد، مش يبقى عندي حبايه نيه وحبايه مستويه، لا، لازم الرز كله يبقى سوا واحد معايا، بسم الله. وادي مقدار الميه بعرفه بالمعلقه، واغطي عليها ما يتشرب. ادي معايا الرز اتشرب كويس جدا، بسم الله ما شاء الله. اهدي عليه النار، بسم الله. هو ما بياخدش وقت، يعني 5 دقايق كمان وتلاقيه استوى، بسم الله. ادي معايا الصلصة، بجيب معلقة كبيرة في طبق، ومعلقة صغيرة عليها توم، ومعلقة كزبرة، بسم الله، ونص معلقة خل. ادي واقلبهم كويس جدا. دي بقى الخطوة دي مهمة، بحطها على الصلصة على البوتاجاز بالطعام للصلصة اكتر واكتر، بسم الله. ادي زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله. احطها على الصلصة. ادي حطيتها على الصلصة، اقلبها كويس جدا، ريحتها جميلة جدا، بسم الله. ادي معايا نص معلقة توم في الهون، وادي نص معلقة كزبرة، ونص معلقة خل، بسم الله. واقلبهم كلهم مع بعض، وانزل بالملح، وكمان
زيت من زيت البصلة. زيت البصلة دي انا عاملاه في البداية خالص، ده اللي انا بستخدمه اساس الكشري. انا عاملاه ازاي؟ محمرة البصلة في الزيت بسم الله بالدقيق، وبستخدم الزيت بتاعها على كل خطوة في الكشري. ادي كده بجيب معلقة صلصة كبيرة تاني واروح نازلة عليها بزيت. عايزة دلوقتي اعمل الدقة السبايسي، واروح حاطة عليها نص معلقة كبيرة شطة واقلبها. الشطة دي بقى كل ما تقعد معاكي كل ما بتحلو الزيت نفسه وبيديها نكهة جميلة جدا والطعم بسم الله ما شاء الله. ادي اقلب يا حبايبنا، اقلب كله في بعضه زي ما حضراتكم شايفين لونها بقى جميل ازاي. وادي دي الصلصة الحارة ما شاء الله. ادي بقى بدي اغرف، اجي اغرف، بغرف الرز الاول في ارضية الصينية، ارضية الطبق، ارضية السرفيس اللي انت حابة تغرفي فيه الاكل. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. الرز معايا مستوي ومفلفل وطعمه حكاية ما شاء الله. بسوي كويس جدا واسوي الحراف بسم الله. ادي معايا كده انا حطيت الرز معايا بسم الله، وازود عليه معلقة صلصة من الباردة ما شاء الله، واروح نازلة بنص كمية من المكرونة، واروح مزودة كمان بسم الله معلقة كبيرة توم من خلطة التوم اللي احنا عاملينها، توم للكشري. ادي جميل جدا. واروح نازلة كمان بكمية كمان من المكرونة. مكرونة عندي قليلة، بنزل كمية كمان، بملى الطبق معايا مكرونة. المكرونة دي بتسلقيها، وبعد ما بتتسلق بتسيبيها نص سلقة وتشيليها، تروحي حطاها على البوتاجاز مع شوية زيت من البصلة ودقيقة واحدة وتطفي عليها، بتطلع معاكي مفلفلة زي ما حضراتكم شايفين. بنزل كده بعديها بقى بالصلصة الباردة. حابة ان انت تحطي شطة، عندك اطفال ولا كده يعني ايه كل واحد بالطلب، وتحطي عليها البصل ما شاء الله. عندك حمص مفيش اي مشكلة، عندك عيش ناشف متحمر مفيش اي مشكلة. وادي طبق الكشري معانا، ويا ربي يعجبكم وينال رضاكم. وادي الكشري معانا، ومعايا الدقة السبايسي ودقة التوم، ويا رب ينال اعجابكم. مش تنسوا يا حبايبنا تبعتولي كومنتات عشان اعرف كل التعليقات على الوصف. ما تنسوش يا حبايبنا بقى تعملوا لي لايك او اشتراك على القناة وتبعتولي كومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.